أنا هاي يمكن قايلها على المنبر قبل سنوات. شوف بعض مع احترامنا وتقديرنا لعشائرنا الكريمة المقدرة واقعا، اللي بالواقع أنا أكن لها كل احترام والتقدير اللي ما تقدمه من إصلاح ذات بها. أكو سلبيات من هنا ومن هناك صحيح موجودة، لكن إذا حسبنا إيجابياتهم هواي، كلش إيجابياتهم هواي. كل ناس تسقط وتحكي وكذا، وبعض برامج والعشاير وكأنما خلين العشاير شماعة. ايش بيها العشاير يعني؟ ايش بيها العشاير؟ عشاير هاي كانت ولا زالت سلاح بيد الحوزة. العشائر هي من اللي توقف ويا الحوزة؟ الحكومات وقفت ويا الحوزة؟ العشائر تقف، العشائر المؤمنة من ذاك الوقت. الحوزة العلمية تعول على العشائر، مواقفها من ثورة 20 وما قبل ثورة 20 وإلى الآن هي ما زالت عشائرنا مواقفهم طيبة. كثير من القضايا وحقك لو أكلت للحكومة ما يدرون الناس ايش قد العشائر قاعدة تحل قضايا مخفية بهاي الشوادر اللي هم يجوز لعله ما يشوفوا لها قيمة. ايش قد قاعد يصير بها ستر، ايش قد قاعد يصير بها حقن دماء، ايش قد بها قضايا قاعد تترتب وكذا. اكو سلبيات نعم، اكو سلبيات نعم، اكو قضايا دخيلة نعم، اكو قضايا ارادوا بها التسقيط نعم، بس مع ذلك احنا مو نخلي العشائر شماعة كل ساعة واحد طالع البرنامج يحكي على عشائر. ليش يعني؟ ايش بيها عشائرنا؟ ما قدمت عشائرنا؟ الشهداء ما انطت عشائرنا؟ ليش؟ عندنا ما زال. انا ما لي علاقه ما يعبر عنه هسه كل من طقلقاط وما اعرف شنو صار عليه شيخ. انا قاعد احكي عن الناس الاصلاء، العشائر الاصيله، البخت الحقيقي، النسل الحقيقي، الاصاله الحقيقيه، قاعد اتكلم عن ذيك. يعني ما لي علاقه فلان وعلان عنده فلوس وسوى له كذا ولبس له قاط وزين ولبس له خاتشيه زينه وكذا وقال لك انا شيخ وخمسه سته يركضون وراه ويسوي له عزايم زينه ومفطح وغيره وانتهى الموضوع. أنا قاعد أتكلم عن الأصلاء. ليش نخبط هذا بذاك؟ على أي أساس؟ عشائرنا كريمة محترمة مقدرة. على كل، فمن ذول السلبيات اللي موجودة محل الشاهد اللي أنا سولفت عليه، يقعد مثل بعضهم يقعد بالشادر ناقلي مثلا على ناس، يقعد يسولف بالأخلاقيات. كان مولانا كذا أمير المؤمنين، يقول أمير المؤمنين كذا وكذا بإصلاح ذات البين، ويجيب قصص في السوالف لطيفة وحلوة كذا. نفسه هذا نفسه وحقك. وأنا شايف حوادث يعني أنا شاهد عيان بيها، نفسهم يجون ناس يحولون عليه، يصير عنده قضايا يجون يحكون نفس الحكي اللي بسولفه هو، روايات والآيات. يقول لهم ذن عفون على صفحة وسولفونا بمالاتنا. شايف؟ وداعتك هواي من وجهي كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا يسولف وما يفعل، ما يطبق. هذا عارف الإمام هذا عنده حق معرفة.